شفت يا محمد اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ هيعدلوا القانون الجوي القديم وهيطردوا الناس من بيوتهم. مفيش الكلام ده. شفت الكلام ده منتشر كتير على الانترنت. هو فعلا حصل تعديل في القانون الايجاري القديم، بس بالنسبه للتاجير للشركات مش للاشخاص. بس قبل ما اقولك موضوع التعديل ده، حابب اقولك على رقم مهم وخطير جدا. ان سنه 2020 في احصائيه بتقول ان في حوالي 10 مليون شقه متاجره قديم. في منهم حوالي مليون شقه اصحابهم مسافرين، وفي برضه حوالي 3 مليون شقه وشويه اصحابهم ليهم شقق تانيه، وفي حوالي 800 ألف شقة متشطبين، وفي حوالي 4 مليون شقة مش متشطبين. وده يخلينا نروح لحتة مهمة جدا. ايه هو أصل موضوع إيجار القديم؟ الموضوع بدأ في عهد الملك فاروق سنة 1941 وقت الحرب العالمية التانية، عشان خاطر يمنعوا موضوع زيادة الإيجارات. لما جه عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حاول كمان يلزم بتخفيض كمان الإيجارات. وسنة 96 طلع ساعتها قانون الإيجار الجديد. وقتها كان القانون محدد المدة، لكن للأسف وقتها ما اتلغاش قانون الإيجار القديم وفضل شغال مع قانون الإيجار الجديد، وده عمل تناقض ما بين القانونين مع بعض. عشان التضارب اللي حصل في موضوع القوانين ده، الحكومة خدت قرار إن هي تبدأ في تعديل قانون الإيجار القديم في الأول بخصوص الشركات. والقانون ده بيقول إن هو إدى فرصة للشركات 5 سنين توفق أوضاعها قبل ما تطلع بره الشقة. بس قبل ما يطلع زود الإيجار بتاعه 5 مرات، ومش كده وبس، عمل زيادة سنوية 15% لمدة 4 سنين. ده يخلينا نروح للتعديلات المقترحة بالنسبة لقانون الإيجار القديم بالنسبة للغرض السكني. بس قبل ما نقول المقترحات دي، في وجهتين نظر موجودين. وجهة نظر مؤيدة لموضوع الاقتراحات دي، وفي وجهة نظر تانية معارضة. وجهة النظر المؤيدة اللي هو المؤجر أو صاحب الشقة، شايف إن هو في ظلم واقع عليه، إن هو مأجر الشقة بإيجار قليل جدا، في مقابل المستأجر اللي قاعد في الشقة ده يلا قاعد فيها، فهو مش عارف يزود الإيجار عليه، أو حتى مش قاعد فيها فهو مش عارف يستغل الشقة دي. وجهة نظر المعارضة، المستأجر أو الراجل اللي قاعد في الشقة، الراجل ده ملوش مكان يقعد فيه تاني غير الشقة دي. في نفس الوقت لو راح يشوف شقة تانية يشتريها، الأسعار غالية جدا. أو لو عايز يأجر شقة تانية، الإيجارات برضه كبيرة جدا، ممكن توصل ل3 أو 4000 جنيه. خدت الحكومة تحاول تراعي الطرفين، فقدمت الاقتراحات دي. الاقتراح بيقول يكون الحد الادنى للايجار حوالي 600 جنيه مع زياده حوالي 10% كل 3 سنين. المستاجر يسيب الشقه في مقابل ان صاحب الشقه يديله حوالي 40% من قيمه الشقه، او العكس، ان صاحب الشقه يتنازل الملكيه للمستاجر في المقابل ان المستاجر ده يديله 60% من قيمه الشقه. اما في حاله بقى ان المستاجر مش قاعد في الشقه وعدى الموضوع ده حوالي 3 سنين، وقتها يتفسخ العقد. خلاص الكلام في موضوع تعديلات القانون الايجاري القديم، هو امر لابد منه. بمعنى ان صاحب الشقه يعرف يستفيد من الايجار بتاع الشقه، سواء الايجار يتعلى شويه او ياجرها تاني بشكل احسن، وفي نفس الوقت الراجل اللي قاعد في الشقه متعيش عليه الايجار بشكل كبير.